عايزة اتعلم يا شيخ حسن. ايه تتعلمي ايه؟ عايزة اتعلم القراية والكتابة. وايه اللي هيخليك تتعلمي بعد ما كبرتي وكبرتي قوي كمان على العلام؟ وهو في حد بيكبر على علام؟ برضو يا زاهي يعني أني وقتي فاضي. عشان ما اتطلقتي وعيالك يعني بعيد عنك؟ ما عنديش حاجة أعملها. بكره ولادك يرجعولك. ولادي لازم يفضلوا عند أبوهم عشان يتعلموا. وبعدين أنت مش عايز تستفيد وتاخد قرشين؟ قرشين؟ قرشين ايه؟ أنا باخد دلوقتي 6 جنيه في الشهر. أنا مش قصدي قرشين يعني نص فرنك. لا، ما أنا برضو حبيت أوضح لك المسائل المالية عند بحثها. لابد وأن توضع على شكل أرقام حتى لا يحدث خطأ. حاكم في ناس لسه فاكرة إن الكتاب مازال بالبتاو أو بشوية رز أو بالطين أو بكوزين ذرة. ده كان زمان أيام الجنيه المسلح. 6 جنيه كتير يا شيخ حسن. ده أنا باخد في العيل الصغير 6 جنيه، المفروض أخد منك 12 لأنك أنت أعقد. خليهم يا شيخ 4 في الشهر. هاخدها دايرة مقفولة، هاخد 5 بشرط تسلمني لنفسي متعلمة. والله انت وشطارتك، هو انا مغسل وضامن جني؟ اللي هتقول عليه هعمله. هاي من بكره تجيبي لك لوح ارتواز وتجيبي لك شويه طباشير ودفتر وقلم رصاص وتيجي. حاضر. هخلص من العيال الصغيرين دول وامسكك انت، هما بيخلصوا بعد صلاه الظهر. حاضر. يلا قومي اتكلي على الله. الله، ايه يا ولا سكت ليه يا ولا منك له؟ قول يا ولا يا عريف. جوز، جوزين، 3، 4، ادي 14 جوز. وادي تورتين. تمام كده يا عم موسى؟ تمام. وادي الشغل الجديد وحسابك بقيتهولك في ورقه اهو. ابقي دوق المسمار جامد بالاطراف. حاضر. كنت بقول لك ايه يا عم موسى؟ ايه في ايه يا زاهي؟ ما كنت تزودني شويه، يعني تديني 3 تعريفه بدل الساعة على كل قبقاب. الله، لحقتي تقولي الكلام ده يا زاهيه؟ لا يا بنت الحلال، انا ما عنديش غير ساعه على كل قبقاب. وبعدين انت شايفه البيع والشراء نازل على ودنه. الله يقطعه اللي اخترع الزنوبه. الناس بتتوضى في الزنوبه دلوقتي يا زاهيه، ما بقاش عاجبهم القبقاب. يا حول الله، بقى حد يسيب القبقاب ويلبس زنوبه؟ خصوصا قبقاب عم موسى. قولي لهم بقى، انت بتقولي لي اني؟ واسمعي، انا بقول لك يا بنت الحلال، اذا كنت متضرره من الساغ شوفي حالك. ولازمته ايه الكلام ده يا عم موسى؟ أنا بدردش معاك في الكلام. وأنا برضو بدردش معاكي في الكلام، بس واجب تفهمي. ايه اللي بتعمليه دي؟ لوح وتباشير وقلم رصاص؟ بتعلم. ايوه يا زاهي، ماني فاهمه انك بتتعلمي يا اختي، بس انت فلوسك على قدك قوي. اللي بتقبضيه من الاباقيب دي هتدفعي منه 5 جنيه مصاريف العلام، غير ايش مش عارف ايه وايش مدرك ايه. ماني لازم اتعلم يا سرية، انا تكفيني لقمه بملح حصى وبقه ميه بس اتعلم. والله يا بنت ليد قصير، انت عارفه الحاله وما فيه، عشان كده مش قادره اديك حاجه او اعمل اي حاجه. ما تشغلش بالك بيا يابا، هو فيها اكتر من اني اعيش بعيد عن ولادي وانا حيه ارزق. مادام محطوطه في الظرف ده كله يهون، واديني بتسلى في العلام، من عارف يمكن ابقى حاجه. تضحكي على ايه؟ هتبقي ايه بس يا زاهي؟ انا عارفه، على الاقل ما خليش حد يقول لي يا جهلي. ان شاء الله يا رب اعيش سنه واحده بس من عمري مش جهلي زي بعضه. ايه مالك يا بنتي؟ لا يابا ما فيش. مفيش ازاي يا بنتي؟ انا ودني على تنهيده جديده طلعت من صدرك. عيالي في خيالي على طول يابا. انت اللي اخترت يا بنتي. اخترت المصلحه. ما تذاكري يا احلام. انت مالك يا اخي؟ اذاكر ولا ما اذاكرش؟ اصلي شايفك فاتحه الكتاب على الفاضي. ما انا كمان فاتح الكتاب. بتفكروا في اللي بفكر فيه؟ طبعا، وحشتني قوي ياما. انا عارفه الناس بتعمل خناقات مع بعضيهم ليه. بس لحسن ابوكم جه. مساء الخير يا اولاد. مساء النور يابا. ابا دي كانت في الفلاحين هناك عند امك منك ليها، لكن هنا هنغير الكلام ده، فاهمين؟ هنا هتقولوا يا بابا. فاهمه يا احلام؟ فاهمه. هتقولي ايه؟ يا بابا. ايوه كده. اتعشيتوا؟ الخواجايه جابت لنا عيش فينو ولبن وكنا. طب عال. ابا. احنا قلنا ايه؟ قلنا بابا. ايوه كده. عايز ايه يا سلام؟ احنا هنفضل طول الليل والنهار في الاوضه دي بعد ما نيجي من المدرسه؟ امال عايز ايه؟ عايز ابقى انزل العب في الشارع. لا، هنا مفيش الكلام ده. الكلام ده هناك عند امك في الفلاحين، احنا هنا في مصر.
شاء الله هبقى افرجكوا على مصر وافسحكوا فيها. اصل الاوضه دي اللي احنا فيها بتخنق. انا كمان بدور لكم على مكان واسع. الظاهر العيال دي متعودين على الوسع بتاع بلدنا. انا هقلع الجاكيته واغسل وشي، ويلا جهزوا نفسكم عشان نذاكر. شين فتحة شاه، شين فتحة شاه، راء كسرة ري، راء كسرة ري، باء فتحة باه، باء فتحة باء، شاربة، شاربة، شاربة. شاربة. جميل جميل. ها شوفي بقى، يرجع مرجوعنا بقى للأبتس جحن. أبتس ايه؟ كحن. جحن، أبتس جحن. ها قولي ورايا. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها، والباء نقطة تحتيها، والباء نقطة تحتيه، والتاء نقطتين فوقيها، والتاء نقطتين فوقيها، والثاء 3 فوقيها، والثاء 3 فوقيها، والجيم نقطة وسطيها، والجيم نقطة في وسطيها. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها، والباء نقطة تحتيها، والباء نقطة تحتيه، والتاء 2 فوقيها، والتاء 2 فوقيها، والثاء 3 فوقيها. والثاء 3 فوقيها. شفت عملت لك ايه؟ ورد على كل قبقاب. كويس، اتقدمتي في الصنعة يا زاهي. امال عشان تنبسط يا عم موسى. ايوه انبسط كده لله في لله بدون اغراض مالية ولا ايه؟ انا راضيه بقليله يا عم موسى ومبسوطه كده، ربنا يديمها نعمه كده انا انبسط قوي قوي منك. السلام عليكم. وعليك. وعليكم السلام والرحمه. تعالي يا عيش، عايزاه من عيشة. نقلك قبقاه. ما قلت لك مش عايزة أبقيب. دي اباقيب عم موسى حلوه قوي يا عيش. يا اختي شوفي القبقاب ابو ورده دي. مش عايزة يا زاهية أبقيب، لا بوردة ولا بكورنيش حتى. مش عايزة ليه؟ عشان أني قلت لك إني عايزة جزمة زحافي وعايزة خدوجة. مرة واحدة. مش مرة واحدة ليه؟ مش أنت متجوزني صغار على عشم إنك هتصرف عليا اللي ما ينصرف، تقوم تجيب لي بدل الجزمة الزحافي قبقاب، يعني لا راجل عدل ولا جزمة زحافي. الله 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 الله، انت هتعملي لي فضايح ولا ايه؟ انتوا جايين تتخانقوا هنا؟ هقول له مش عايزة أروح لعم موسى، عايزة أروح لبتاع الجزم يجيبني لبتاع الأبقيب. ماله يا أختي بتاع الأبقيب؟ يا عم موسى مش قصدي عليك انت، سيبنا اخش في مصارين الراجل الشايب العايب اللي ما يختشيش ده. الله، انا اتهزقت كرامتي. طب تعالي بقى. حشو اوعى. حاسب حاسب يا راجل هتموتها بالقبقاب. مش شايفاها بتقول عليا ايه؟ معلش سيبها. لازم اقتلها، لازم اموتها، لازم افتح دماغها بالقبقاب. انت هتفتح دماغاني؟ انا مش حمل قبقاب واحد من بتاعك ده. طب اوعي من سكتي. يعني اسيبك تموتها؟ ايوه اموتها. دي حرمه برضه وانت راجل عيب كده.